المرة اللي فاتت اتكلمنا عن يعني ايه عقد وليه هو مهم. النهاردة هنتكلم عن الأساس اللي العقد بيتبني عليه. في 3 حاجات لو واحدة منهم مش موجودة العقد بتاعك يعتبر هوا وملوش أي قيمة قانونية، ودول بنسميهم أركان العقد. أول حاجة هي التراضي. انت موافق؟ ده أهم ركن، ولازم الطرفين يكونوا موافقين وبكامل إرادتهم وكاملين الأهلية. يعني ايه؟ يعني تمين لسن الرشد القانوني اللي هو 21 سنة، وممكن في بعض الحالات وبإذن قضائي إن يسمح لما فوق 18 سنة إنه يجري العقود بنفسه لإدارة أموال يمتلكها. طيب إزاي التراضي ده بيكتمل؟ لازم يكون عندنا إجاب وقبول. يعني إيه؟ يعني طرف يعرض والتاني يوافق بوضوح. كمان لازم نخلي بالنا من حاجة اسمها عقد الغرر. ده معناه إن العقد يكون فيه جهالة أو خديعة، أو إنك بتمضي على حاجة نتيجتها مش مضمونة ومجهولة، كأنك بتشتري سمك في مية. وهنا التراضي بيبقى فيه مشكلة والعقد ممكن يتلغي. تاني حاجة معانا هي المحل. ايه الموضوع؟ المحل هو الحاجة اللي بنتعاقد عليها، مثلا شقة، عربية، شغلانة معينة، ولازم الحاجة دي تكون موجودة وتكون محددة. ومش الصح نتعاقد على حاجة غير مشروعة. يعني ما ينفعش مثلا نعمل عقد بيع لحاجة غير قانونية زي المخدرات مثلا. تالت حاجة معانا وهي السبب. ليه بنعمل كده؟ السبب هو الغرض من العقد، ولازم هو كمان يكون مشروع وقانوني. يعني مثلا لو بنأجر شقة عشان نسكن فيها ده سبب مشروع، لكن لو له غرض مخالف للقانون يبقى العقد باطل من أساسه. الخلاصة، قبل ما تمضي وتدفع فلوس اتأكد انك موافق بجد، وان الحاجة اللي بتشتريها واضحة وموجودة، وان الغرض من الموضوع سليم وقانوني. المرة الجاية هنتكلم عن الفخ. يا ترى ايه هو؟ لو حد عنده تجربة من عقد اكتشف فيه مشكلة في الأركان دي يحكي لنا في الكومنتات. لو انتوا على يوتيوب ما تنسوش السبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. ولو انتوا على تيك توك ما تنسوش ريبوست وفولو. ولو على فيسبوك ما تنسوش الفولو واللايك. اشوفكم في الحلقة الجاية.